السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكل الدعم، اللايك والديسلايك، انتوا عارفين الرد على الجزمة. أول حاجة بس أنا بقول لواحد صاحبي اسمه أنا مندو، تروح تيجي بالسلامة. معلم راح الجيش سلم نفسه في مركز التدريب يوم الاثنين، تروح تيجي بالسلامة معلم، ورفع راس الإسكندرانية، وراجل رايح تشرف البلد دي، تروح تيجي بالسلامة. النهارده بقى يا جماعة في حاجة خانقاني، إيدك والنبي يا ابني، تمام؟ عايزين نتكلم عليها. الاسعار في مصر، اسعار الاكل بقى بالذات، تمام؟ في غلطه عندنا احنا كشعب وغلطه عند التجار المستوردين. الاسعار في مصر مثلا لو دخلنا في ناحيه الاكل، الطماطم في الوقت اللي انا بتكلم فيه النهارده 14/10 2015 ب 10 جنيه كيلو الطماطم. يعني لو واحد وصاحبه قاعدين بيتكلموا عايزين كيلو طماطم في كيلو خيار عامل 7، ادي كده 17 جنيه، تمام؟ في حته جبنه ب 10 جنيه كمان 37 جنيه عشان ياكلوا لقمه، غير ال 3 4 جنيه عيش. لو مره بقى عايزه تعمل طبخه اللي هي تقعد بيها يومين يعني من غير لحمه، طماطم ولا عايزه 2 كيلو ادي 20 جنيه، تمام؟ ما اتكلمناش في بصل ب 4 جنيه، ما اتكلمناش في ايه تاني، مثلا باميه ب 17 جنيه ونص، مش عارف ايه حكايه النص ده، فرق ايه النص؟ تمام؟ اكل على بعضيها كده ما تعملش 70 80 جنيه، ما حطيناش فيها لحمه. شيلنا الباميه حطينا فاصوليا بزله ورز، احنا عندنا بيقولوا بزله، عندكم انتوا بتقولوا بالسله، تمام؟ جشع ابن متناكه كل مره بتيجوا على المصري في لقمته، وهو غلطة اللي طرقنا كشعب ان احنا قابلين. وفيها يعني مش طماطم ب 10 جنيه، الجمعة دي قطعوها يا جدعان، خليها تعطب عندهم غصب عنهم زي الكلاب، هينزلوا السعر. انما لا، تحس من غبائنا ان هو ايه، يعني غبائنا الشرائي، عندنا شراهة في الشراء، تغلى وتبقى ب 10 جنيه اكنه في سحب على الطماطم، كل الناس عايزة تشتريها، قال تبقى ب 15. ما هو الطعم يا جدعان. انما انت بقى لو عندك اراده النهارده تقضيها بقى، ومش عارف اقول لك ايه، كل الاكله الفلانيه اللي هتطلع لي 1000 هتقول لي لا ما بحبهاش، انا ما بحبهاش. ايه الاستغلال ده؟ واتكلم واحد تقول له يا ابني براحه على الناس كده، الدنيا عماله تقول، يقول لك والله ان احنا جايبينها مش عارف قد ايه، كداب. واحنا مش في السوق، الجنيه وباله جنيه مكسب، الجنيه اللي انت هتصرفه وباله جنيه مكسب. يعني انت لو واخدها بتبيعها ب 10 جنيه، يعني انت واخدها ب 5 جنيه. كنت امك لو بعتها ب 5 جنيه ونص ولا 6 جنيه ما انت كسبان، انما لا بتسيع. يقول لك طب العربيه على مين؟ عربيه ايه يا اسطى؟ في الاكل احنا عندنا استغلال ابن متناك يا جدع. انت الطماطم اولها او اي خضار في مصر المواصلات عليك من البلد لغايه ما تيجي مدينتك او القريه بتاعتك، والمواصلات من الراجل يشتريها بتاع الجمله يبيعها لغايه الموزع اللي هو بتاع الخضار، كل ده انت عليه بكسبون. ده غير سعرها، ده غير ان ده بيكسب وبال الجنيه جنيه، وده بيكسب وبال الجنيه جنيه. استهلال. احنا بقى كشعب عندنا غبا يا ربي غبا. ايه الطماطم غلط يعني نشتريها يا جدعان؟ لا، اسبلوها 3 4 ايام هتبوظ، لسه في شمس. عارف لو في الشتاء اقول لك لا هتطول، جو ساقع وبتاع كبيرة هتقرمس شويه، لا لسه في شمس، السخونيه دي ممكن تضربها، هيتعلم الادب. هتقول لي لا حوده، ما انت السيسي قال هعمل. حلو، هو السيسي ده هيعمل لك كل حاجه؟ هيحبل لك المدام؟ هيصرف عليك؟ ما انت تعمل موقف وقول لا النهارده لا انا الجمعه دي مش هاكل حاجه بطماطم، مش هاكل حاجه فيها باميه. انما لا، سلبيه. وده اللي بيتعبني، احنا مش بهايم نتسحب. انا بعمل فيديوهات عشان كده، عمليه لا ان احنا في امر واقع واحنا بهايم وانت حضرتك كاتبها على صدرك، لا. استمتع اللي انا كاتبها لكم دي، اذا لم تستطيع مقاومه حاول ان تستمتع، ان انت تأقلم الحاجه اللي انت مش حاببها عليك، انت تركبها عليك، مش انت تركب نفسك على الحاجه. ويطلع بقى الاعلام بقى ايه العقيم،
اعلام ابن مره وسخه ملوش لازمه. تمام. يقول لك الحاجه غلط عشان الناس بتشتري بشراهه. يا دم امك، يا صلصه اللي جابتك. احنا عندنا بدايل يا جدعان. لما شركه زي فاين فوز، تمام، شركه وفيها عمال وبتدفع ضرايب وكهرباء والدنيا والدين والدول دي كلها بتبيع البرطمان ب5 6 جنيه، والطماطم بتتباع، وطماطم انت عارف انها مليانه كيماوي وبتدفع عليها فلوس بالزياده. يعني انا واحد غبي غباء بغباء، طب ما انا اكل بالطماطم، اكل البتاع ده اللي هي البرطمان الصناعي. شركه على الاقل في ناس بتاكل عيش من ورايا، انما الناس بتديني على قفايا، ناس بتضحك عليا، وحكومه مقيده باشياء غبيه. ما تفهم بيستهبلوا. يلا كلوا بعض، يطلع دينكم على دين ابوكم. تمام. ما تقولي، ما حدش يقول لي ما تسبش الدين. واحنا اللي بيتعمل فينا ده اسمه كفر ولا انتوا شايفينه عادي؟ مان عادي، امريكان ستايل. يا جدعان حكومه يلا ايه التجار والشعب انتوا بقى تصفوا مع بعض. طب انتوا لازم الدين ابوكم قاعدين على الكراسي ليه؟ لما يطلع لي وزير التموين لا لا الدنيا رخيصه والاسعار احنا ضبطناها. ضبطتها؟ ضبطتها يا ابن الهبله انت. ضبطتها. ضبطوك في شقه دعاره بالبس مقطع يا جدع. ضبطت ايه انت؟ ضبطت ايه؟ لازم الناس تكفر، ولازم الاعلام يطلع لكم يهوهو شويه فانتوا تتحركوا. واللي يجي لك يا جدع ان الوزير يطلع يقول لك ايه؟ خلصناها. هي شقه يا اسطى وشطبتها يا اسطى. مش بستلذ نفسي ولا بستخف دمي، بس بزياده كدب بقى. يا جدعان ما لو احنا شعب بقى تانك وقاعد قال يا جماعه السنه دي مش هناكل طماطم خالص. الطماطم دي نسبه الكيماوي فيها بتجيب املاح بتاثر على الكلى، ولو مش مصدقيني خشوا على الانترنت وابحثوا. انا دايما رسالتي معاكم شغل ده بقى، ده من كتر الصدى ده هتتحول قرد. ايه رايك بقى؟ حاجه جيجا هتتحول لي قرد. ايه ده كده شغلوا شويه. ده نظام ايه؟ كل واحد يقول ايه اللي ورا بيطول؟ ده الديل يا حبيبي، ده الديل. هتتحول قرد وجيجا من كتر ما دماغك مش شغاله. شغلها شويه بالله عليك. خش كده. والله احنا لو شعب بقى تنك عايزينها ما فيهاش كيماوي، عايزينها مثلا تكون بحجم معين. في الطماطم الشيري دي يا جماعه اللي هي الصغيره اللي هي بيور من غير كيماوي دي غاليه جدا. بره رخيصه جدا، وده بقى اللي يهمني. بره بيكتب لك بيديك الطماطم في علبه وكاتب لك مثلا لو فيها نسبه كيماوي استخدمت نسبه قد ايه وتاثيراتها قد ايه. هتقول لي يا حوده انت كذاب. دور يا ابن الهبله بدل ما تتحول قرد، دور. تمام. ده بالنسبه للاكل. النقطه الثانيه ممكن سؤال نفسي، طالما احنا شعب فقير وبيشحت من الدول العربيه وطلع دين ابونا، استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم سامحنا يا رب بحق لا اله الا الله. هو ليه بقى لنا 3 سنين في ثوره وطلع كفرنا وصواريخ عايزين دولارات عشان نشتري صواريخ، وتلاقي العيال فرحانه والكبار زي الهبل ايه صواريخ فرقع ايه فلوس بتترمى. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ دي حاجه كده على الطاير اللي هو ايه؟ هدر فلوس وهدر دولارات بترمي التمتناكه. والحكومه تبقى متخلفه لو تطوع المستثمرين ان تديهم دولارات ويروحوا يشتروا بيها الصواريخ. بس هم فرحين يقول لك ايه؟ احنا طلعنا قانون بمنع الصواريخ دي، اي حد معاه صواريخ هيتقبض عليه. اشخر تاني؟ مناخيري وجعتني من الاولانيه. ثالث حاجه التجار. وربنا سبحانه وتعالى بيبلي اللي جاب دين ابوكوا بشويه امراض ملهاش دواء ولا علاج من اللي بتعملوه في الناس. انت بتطلع تشتري حاجات من الصين، ان كان قماش ان كان زيت اي حاجه بتستوردها. ليه درجه ثالثه؟ ليه نسبه البوظان فيها اللي تضر اخوك المصري نسبه 100%، مش نسبه 1% او 2% ضرر، لا نسبه 100%. اوعى تفكر ان انت بتشتري حاجه عدله. لو تروح مثلا عند بتاع البطلونات يقول لك انا جايب بطلونات تركي متهربه، بص البطلون عامل 250 جنيه. على اساس ايه؟ ده تيكت بتشيله تشيل الصيني وتحط التركي. وانا اهبل. يقول لك بس امسك الخامه. هقول ايه؟ فانا عايز اسال سؤال، يعني انتوا
لما بتيجوا تشتغلونا كده هتقولي عيب من الناس، ما الناس بتشتري. وفي بديل تاني؟ حد بيراعي ربنا في نفسه في الامه دي؟ ده في ناس هتتسال علينا والله العظيم هتتسلخ. الفراخ اللي بيستوردوها بالتلمتنكه دي اصلا المفروض بتتعمل علف، واحنا شباب يعني او شعب غلبان بياكل. هرمونات بتبوظ الذكوره ماشي، هرمونات بعيد عن اللي في وش بتجيب الايدز والسرطان ماشي. يلا احنا ماشيين بقدره ربنا، احنا ماشيين بلا اله الا الله محمد رسول الله. وكل يعني تلاقي العيال لسه صغيره، لسه 7 8 سنين، ولا مفشول من كتر الكيماوي في جسمه ضرب. هو ده اللي هياكل قد ايه عشان يتنفخ كده؟ اتفرج على البت بسم الله ما شاء الله ماشيه الزعرورتين ووش ورم، ولا الدبه الروسي ولا هي هنا. وكل واحده تشوف بنتك دي لازم تعمل رجيم. يا حاجه رجيم ايه ده؟ الاكل هو الزباله. احنا فين؟ ويطلع بقى بتوع رجيم إيه؟ اصل احنا بناكل اكل مش صحي فيه شويه مش عارف ايه، يقعدوا ايه يتنمروا على ايه؟ احنا لسه على بعض، احنا نضحك على بعض. احنا المفروض يعني طالما بقى فقر بفقر نشترط بقى. انا عايز الاكل بتاعي مثلا الفاكهه بتاعتي نسبه الكيماوي اللي فيها تبقى النسبه دي مثلا 6% 4%. انما كله خد من عبد الله واتكل على الله. يلا ايه يا عم الاعمار بيد الله. ما انا عارف الاعمار بيد الله. عرفتوا بره متقدمين ليه؟ بيشترطوا. مش انت تاخد مني فلوس، اديني اللي انا عايزه. يعني في برنامج اسمه الفرنجة تتفرج عليه حس من جواك ان انت مش عايش. بالعقل كده يا جدعان. الناس المستوردين بزياده سرقه فينا، بزياده تجربوا تروحوا تجيبوا اوسخ حاجات واقل حاجات بفلوسنا، ترجع تقول لك ايه؟ ما كسبتش غير 2 3 مليار. جبتوا المليارات دي من ايه بقى؟ اقول لك انا معلم. لما تجيب سلعه درجه ثالثه واحنا ننزل نشتريها وبعد كده نمرض عليها، وسبحان الله تلاقي واحد ايه ايده مثلا في الدواء، ايده في الهدوم، ايده في اللحوم، حاطط ايده في الثلاثه، هيمص دمك لغايه ما يموتك. هو بالسهل كده. واحد زي السيد بدوي عامل قناه الحياه ورئيس حزب الوفد، انت ايه بالظبط يا اسطى؟ انت بترزق من ورانا. هتقول لي لا لا ده راجل محترم وبيقدم ايه؟ ها؟ بيقدم برنامج كاريوكي ده اللي بيقدمه. هتلاقي الناس الغنيه دايما ايه؟ ايديها في كذا حاجه وكذا حاجه طايلاك، اللقمه، الهدمه، الدواء، مش عارف ايه. وفي الاخر اللي يفشخك ان انت بتنزل تنتخبه. هو مطلع دين امك في كل ده وانت برضك مصمم تنزل تنتخبه. والناس اللي تحت الترابيزه اللي محدش شايفهم، ايه يا جدعان؟ واللي زيكم ربنا ما بيبلع عياله ببودره، بيمليهم بالمرض، بيتفرج على نفسه اللهم احفظنا ويتفضح، مراته بتخونه. ما لازم ربنا يبلي. وما ربك ظلام للعبيد. ربنا ما بيظلمش العبيد دي. ربنا على قد عملك بيديك. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ظالميننا واحنا بغبائنا مساعدينكم. لا 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 لا، الحق ناكل الحاجه قبل ما تغلى اكتر من كده يا راجل. يا راجل حرام عليك. ده احنا نسبه ده واحد طالع والله العظيم عامل تصريح وزير سابق ولا شغال في وزاره الصحه بيقول لك البني ادم المصري بياخد ما بين من 3 ل 4 لتر كيماوي. لا وسعيد هو بيقولها يعني. فاحنا بلد سبحان الله سبحان الله والله العظيم. الحمد لله احنا عايشين بقدره لا اله الا الله. تمام؟ وتلاقي بقى يعني بقى ايه؟ معاناه الشباب. الشباب يعني يجي يتجوز اتفضح. ايه 5 6 اشهر ما جابش عيل، ايه وايه خول ولا ايه؟ ويقعدوا ايه؟ يتشرمطوا عليه. يا بنت المتنكه هو ده الولد دخل في جسمه كيماوي يخليه خول طول عمره. مفيش يعني مسح تحت لكنه في جومه ومسحها، وهي تبقى بردك قاعده نايمه السرير متنحه كده، ايه بهيمه نايمه. تحس بره كده لما تتفرج على ايه مثلا ايه الافلام بتاعتهم، تحس عندهم باور، عندهم حتى مع نفسك انت لما تقعد تتفرج تلاقي الانسان معضم قوي، تقول انا مستحيل اوصل لده. عندك يقين. عارف ليه؟ هو مش عمليه اكل ورجيم والكلام ده، لا، قدر الكيماوي اللي في جسمك.
كتر الكيماوي عمال ياكل في لحمه. شاب صغير تلاقي مره واحده السكر، مش عارف ايه القلب، مش عارف ايه القولون، الكبد. بدري بدري تلاقي لسه شاب ما جابش ال 40 سنه هوبا امراض الدنيا والاخره. جت منين دي؟ تقول لا ما هو ماشي غلط، كل مصر ماشيه غلط. ايه يا جدعان؟ هقول لكم ايه؟ لا كفايه بقى ان احنا نسلم رقبتنا لاولاد الوسخه دول، نعمله يوم واحد ان احنا نقطع منتج واحد. وسبحان الله يعني مثلا الاعلام طلع قال لك ايه؟ ده في حمله نقطع بكره الطماطم. يا نهار اسود! بيكسبوا مليارات الناس قبلها بيوم، قبل الحمله دي بيوم. الناس كلها تنزل تشتري الطماطم. عند ما تفهمش، عند في نفسيكوا ولا عند في صحتكم؟ خلي بالكم انا بدات اتخنق، واحنا كشعب بدانا نتخانق. اعمل فيها بقى ايه؟ قائد ثوره. تمام؟ ومش هحدفها عند السيسي، احنا دورنا فين؟ والوزاره بنت المره الوسخه اللي لسه متغيره دورها فين؟ بنت مره وسخه انها عاجزه. هتقول لي ما السيسي هننزل عربيات. يا عم ماشي، هو هيبقى ينزل حاضر. انت تيزك حرقاك يعني؟ لو السيسي نزل عربيه انت تيزك هتتطفى؟ هتجيب دم؟ اللي هو هتخف؟ همرهمها لك بالبوسه؟ ايه يا جدعان؟ فكروا لها بقى شويه، فكروا لها بجد. احنا قابلين ان احنا نبقى قرود. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يقول لي حوده حرام، ربنا قال اللي خلقنا الانسان في احسن تقويم. ماشي يا معلم، انت معايا يا ابني؟ تمام؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، على راسي والله كلام ربنا ونعم بالله وصدق الله العظيم. بس ربنا قال لك ايه؟ ميزناه بايه؟ العقل. انما اللي بيتم ده كله ما فيهوش عقل. انت في كل حاجه منصوبه عليك يا راجل. ده انت الهدوم اللي انت بتشتريها دي مش عارف فيها ماده بوليستر ولا فيها ماده ايه، ضاره لجلدك. ممكن مش عارف اللهم احفظنا تجيب لك سرطان الجلد. وانت يو هابي مان، عيش اللحظه. يا اما بنشتري السينيهات بقى النايك ومش عارف ايه. يا جدعان في ناس فقراء ياما، في ناس الهدمه دي غاليه عليهم قوي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بدين ابوكم. يوم القيامه كل واحد فيكم نهش في لحم الشعب ده هيجي يوم القيامه ربنا يقول لهم كلوا منه، امسكوا خدوا من حسناته، ولو ما خدتوش من حسناته اديله من سيئاتكم. ده اللي عندي. يا احنا نبطل ونوريهم ان احنا عندنا عقل وبنفكر، يا بلاش منها. فكروا لها والنبي، فكروا لها. إذا لم تستطيع المقاومة غير دين مستقبلك بدراعك بعد إيمانك بربنا. السلام عليكم.